وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، جوج خاصة تبع تحية نضالية، تحية نضال الصمود للإخوة والأخوات الواقفين في هذه الوقفة الاحتجاجية الإدارية. كما تعلمون أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل لا تقوم بالأشكال النضالية كالوقفات الاحتجاجية والإضرابات وغيرها إلا بعد استنفاذ طرق ووسائل الحوار مع المؤسسات المعنية. كما تعلمون أن هذا المشكل الذي يعاني منه إخوتنا جميعا، مشكل النقل الوظيفي، هو مشكل أصبح يشكل عبئا، يشكل واحد العبء كبير على الجيب ديال الموظفين. ما عندها حتى شي معنى أن الموظف أصبح الآن يقتطع له الاقتطاع المباشر من الصوم ديالو. ولكن أين هي الخدمات؟ لا خدمات، بل هناك تراجع في الخدمات. ربما اللي كنا ب 25 درهم في السنة كانوا القراد الدمير وكنا بسلام. لكن الآن عندما أصبح الاقتطاع كيضرب 12 مرة عند بعض الإخوان، وبعض الإخوان 16 مرة، وبعض الإخوان 20 مرة، معنى أن الاقتطاع أصبح مضاعف ل 20 مرة. معناتها بلغة الرياضيات البسيطة أن الخدمات خاصها تضرب في 20 مرة. ولكن للأسف الخدمات ربما الآن نحن في ناقص، إلا ما قلناش ناقص عدد من الأرقام. الخدمات أصبحت مهترئة، الخدمات ضعيفة، الخدمات لا تليق بالمؤسس، لا تليق بالإخوة وأخواتنا العاملين في قطاع العدل، لا تليق بهم المكان. وإنما فقط نسمع أن هناك أعمال اجتماعية. ليست هناك أعمال اجتماعية. هذه المؤسسة تتاجر بأموال الموظفين. ما معنى أن تقتطع على الموظفين مباشرة دون أخذ الإذن منهم؟ ما كاينش واحد فيكم اللي وقع شي زرقة على المؤسسة المحمدية وقال لها قطعي لي الله يجازيك بخير. معناتها أنها الآن بما أنها تجرأت على الصوم اقتطعت منه دابا 35 درهم و20 و30 و40 درهم. معناتها أن العام الجاي غادي يقول لك هذاك الشيء ما قدناش، وستتمد يدهم عاوتاني للصوم ديالنا وتقتطع، ولا أحد يراقب. ونحمل كامل المسؤولية في هذا الباب، أولا لوزير العدل والحريات على اعتباره أنه رئيس التوجيه والمراقبة. نحمل هذه المسؤولية أنه لم يتشاور مع الموظفين ولم يعطيه إذن في الاقتطاع، خلافا على ما يتم في الجمعيات والمؤسسات أنه الاقتطاع يكون بإذن المعني بالأمر. ثم نحمل المسؤولية للمجلس كله وداخل المجلس، نحمل المسؤولية لمن يمثل ظلما وجورا، يمثل الموظفين. جوج ديال الناس بالكتابة بالضبط كيمثلوا الموظفين وتواطؤوا مع المؤسسة المحمدية على أن تمتد يدها إلى الصوم ديالنا. تواطؤوا معهم، ما عرفناش شنو المقابل، الله أعلم. هذا المغرب، إذا كنت في المغرب فلا تستغرب، ما عرفناش المقابل شنو هو، حتى تتطاول يد المؤسسة على جنوب الموظفين. ثم لكي يصبح الاقتطاع أن يصل إلى المؤسسة أكثر من 700 مليون في السنة. إلى أين تذهب هذه 700 مليون و800 مليون؟ ثم نأتي إلى مشكل الذي واقع الآن، مشكل النقل. الآن النقل، مشكل النقل أن السائق تقاعد منذ شهر 6 2014. معناتها أنه إذا كانت المؤسسة مؤسسة أنه تلقائيا يجدون الخلف بسرعة، كيعلنوا على مباراة، يدخلوا واحد في شهر 7 باش يدرب مع مول شهر 6 لا يخرج، يوريه السيركوي، يوريه المسائل، وكتكون الأمور بسلام. لكن للأسف أنهم مددوا له 6 أشهر
وبعد ذلك أحالوه على التقاعد دون إيجاد الخلاف. ما معنى هذا؟ هذا عبث مع سبق الإصرار والترصد. أنك 6 شهور تعاين وما تجيش الخلاف عبث واستهتار بالموظفين مع سبق الإصرار والترصد. نشوفوا الجهة المقابلة. إذا أخطأ فينا موظف معين، إذا ارتكب خطأ مهني أو تكالب عليه بعض المسؤولين، يأتيه التوقيف في ليلة ظلماء لا قمر فيه. في الليل كيجيه الفاكسات كيجيو مع 6:30، المرجو توقف فلان الفلاني. علاش؟ النجاح في اتخاذ القرارات. وماذا تقولون في هاد الموظفين الذين يتكبدون هذه المصاريف، مع العلم بأن القطاعات كاينة اللي مثلا واحد مين أغلبية الموظفين كيخسر 40 درهم و50 درهم في اليوم، لمن؟ شكون يخلص عليهم؟ لماذا هذا الظلم؟ هذا ظلم واضح وضوح النهار. ثم نقول لكم أننا الآن وأخبركم بأن يجب أن نستعد إلى معارك مع المؤسسة المحمدية. لماذا؟ الآن نحن مقبلون على توزيع قروض السكن، قروض السكن بدون فوائد اللي فيها 10 مليون 13 مليون بدون فوائد ستوزع. ولكن أنا أخبركم من الآن إلا بقينا ناعسين ومركين فاعلموا بأنه لن يحصل على ذلك القرض إلا وكمل مراسي باك صاحبي وين صاحبي اللي معاه صاحبي باك. لن تحصلوا على هذه القروض وبشركم من الآن. كاينش دابا عندهم 1600 طلب، قالوا في الأول عطاو غير 200، دابا راه زادوا قالوا عطاو 400 وهكذا دواليك. لذلك أنا أقول لكم بما أن القطاع كاين، بما أن المبالغ مرصودة لهذا الأمر، استعدوا لكي نخوض أشكال احتجاجية حتى تصرف تلك الأموال لأهلها ولمستحقها. نحن لا نطالب إلا بالعدل. احنا عمرنا ما طلبنا شي امتيازات، عمرنا ما طلبنا دين صاحبي ما كاين. نحن نطالب وزارة العدل والمؤسسة المحمدية بأن تلتزم العدل والمساواة في مؤسسة العدل. هادشي ما كنطالبوا، ما كنطالبوش عاد آخر. نلغي هذا اللي سميتها وزارة العدل، نطالب بالعدل ونطالب بالحريات، ما عندناش عاد آخر. ولذلك أقول للإخوة والأخوات يجب أن نستعد، لأن المؤسسة المحمدية الآن التسمية ديالها عندها صلاحية. ثم أيضا نطالب المؤسسة المحمدية لتوسيع الشراكات على غرار المؤسسات الاجتماعية، على غرار المؤسسات الاجتماعية اللي موجودة في قطاعات أخرى. لذلك أيها الإخوة والأخوات، كما أننا نؤكد على أن بعض إخوتنا داخل المحاكم يعملون في ظروف مزرية، وأخص بالذكر الإخوة والأخوات الذين يشتغلون قرب ذات الشبكة ديال الريزو. إخوان الريزو يسحبوا لي المصطلح شبكات ليس عنكبوتية، على أي الشبكة ديك الصنادق ديال العجب اللي كاينين في بعض البيروات. ما عرفناش المضاعفات ديالهم شنو هي. لا المضاعفات النفسية ثابتة. عدد من الإخوة والأخوات كيشتكي، كاين اللي كيشتكي براسو، كاين اللي كيشتكي نفسيا، كيقول لك الشيطان العجب شنو فيه، الله أعلم. حنا في إطار الحوار كنا عند المديرية الفرعية ناقشنا هذا المشكل ديال هذا. قالت بأن بإمكانها أنها تخرجهم من البيروات، ولكن تباطؤ كما قلنا لا تحرك سائلا. كاين إمكانية أنها تخرج ذاك لي سيرفور على برا وبأمور بسيطة جدا، خص فقط قرار محلي اللي خصو باش يخرج لك الشيء. ولذلك نحن نتضامن مع جميع إخوتنا وأخواتنا الذين تضرروا من هذا الأمر، وكذلك من أمر هذا الشيء ديال الوظيفي. وكذلك نتضامن مع إخوتنا الذين تضرروا من التنقيب الانتقامي الذي في بعض الأحيان
لا يمت إلى النزاهة بصلة، إنما هي حسابات شخصية وحسابات ضيقة يكون ضحيتها الموظف. أيها الإخوة والأخوات، والصدمات يبغينا يكون باش تعرفوا أن المؤسسة المحمدية البارحة اتصلت بالجامعة الوطنية للقطاع العام. المؤسسة المحمدية اتصلت بالجامعة الوطنية للقطاع العام لكي تعمل الجامعة على إيقاف هذا الشكل الاحتجاجي، على اعتبار أن هناك حل لمشكل النقل، لكن المشكل ديال الحل ديال النقل اللي جاي هو أنه للأسف بعض الإخوة ديالنا عوض أن يلتحموا معنا في هذه الوقفة الإنذارية لتنبيه المؤسسة المحمدية والوزارة المعنية والمديرية الفرعية على هذا الخلل وعلى الضرر، أرسلوا رسالة إلى المؤسسة المحمدية ويقترحون أن هناك حل لهذا المشكل. كما قرأتم في تلك الورقة هناك عدد جزئي غادي يكون هو المقترح، وكذلك الذي ينوب على الاخ السدريس اللي في المؤسسه السجنيه اللي كيدير الاخوان ديال السجن اللي كيعملوا في السجن. لكن يكون في علمكم اننا هذا الاقتراح نحن اقترحناه على المديريه الفرعيه في البلاغ السابق اللي كنا هضرنا فيه، وقلنا لكم احنا جلسنا في هذا الاقتراح تبين ان علي التازي لحد الان ما دافع لا شي ورقه وما دافع لا شي طلب وما باغيش المؤسسه المحمديه، لانه لما يدخل فيها عنده شروط ديالو ومن حقه يشترط. علي التازي عنده شرط اساسي يقول لك الا بغيت السكر كنسوق الكار السنه شي حاجه ما كايناش، واذا التازي ما دفعش لم يرسل طلبا الى المؤسسه المحمديه. جوج الذي ينوب عن السدريس على الرئيس ديال الاركان ديال السجن، هذا هو قرايبي في السجن عنده شروط بعض، هو تلقائيا ما بغاش يقول لك انا ما نهوتش من قرايبي نولي صوت، هذا تبعنا رفض. هو كينوب ذاك الشهر ديال العطله ديال الدريس كينوب عليه تطوعا مع عنده شغلو هذا، ولذلك هذاك الحل راه ما كاينش حاليا، الحل غير موجود. ولذلك راه الا ما كانش الاحتجاج راه مازال غادي يوقع لنا بحال اللي وقع للاخوان في بعض المدن منها بكناس، بقات الامور كتنعس حتى صافي ولاو الناس كيخلصوا داك كيقطع صافي كتمشي له 50 درهم ديال النقل والنار. ولذلك انا كنقول للاخوان والاخوات انه هذا المشكل ديال النقل بالخصوص لا بد من التضامن فيه، لا بد من التضامن. احنا عارفين واحد عدد الاخوان عندهم صيام، ولكن نحن في الجامعه الوطنيه للقطاع العام مما اول مبدا عندنا هو التضامن مع المستضعف اينما كان، التضامن مع المستضعف اينما كان. والمؤسسه عرفت بانه الجامعه ملي كتطلب شي موضوع معين كتعرف شنو تصف بالجامعه الوطنيه بهذا الضرر، ولذلك استعدوا لما هو آت. كل واضح الكاس الصغير ما خدامش، احنا في نظري ان الكاس الصغير ما خدامش قدام اليوم اللي عرفنا البارح ما كانش خدام، هاد الصباح هو صباح خدام، كان واقف حتى السرجل ديالنا هاد الصباح خدام اللي كيوقف على الكار صباح لنا خدام البارح ما خدامش. شنو معناتها؟ اذا حنا عندنا النقل الوظيفي اذا يتورط الكيران جاو باش يخدموا الموظف، باش الكيران جاو باش يفرجوا على الموظف، وداك الشيء راه بجوبنا حتى واحد ما كيتفرع علينا، داك الشيء من جوبنا ومن القطاعات اللي عندنا. الجودة الى السياسه البصح نحذرها من الاشياء كما عرفناه في السنوات الفارغه، كما قلنا
الشفافية والعدل لوزارة العدل والحرية. ثانيا، فيما يتعلق بالنقل الوظيفي، نحن نطالب المؤسسة المحمدية بتخصيص أولا بتشديد أسطول النقل الوظيفي داخل مدينة فاس. والسبب هو أن لعدة أسباب. أولا الموظفون تكاثر البركون. مدينة فاس توسعت التراجيات جروب، ولذلك نطالب المؤسسة ماشي فقط في تسديد الحافلات، خصهم يكون أكثر من ذلك بكثير. نطالبوا بتشديد الأسطول وبإنزال عدد كبير من الحافلات. ثالثا بالنسبة للمدينة الفرعية نطالبها بإعادة رسم خطوط التنقل والشبكة بالانقراض. هناك بعض الإخوة والأخوات الآن لا يستفيدون نهائيا من خدمة النقل، وإن كان هي الاقتطاع المباشر، وصل لي سكن بعيد في أطراف المدينة وكان ما كنوصلوش، والاقتطاع المباشر ما عندنا حتى شي معنى والخدمات ما كايناش. ثم نطالب المدينة الفرعية بالإسراع بإيجاد حل لمشكل هذه الصناديق العجيبة الموجودة داخل مكاتب الموظفين. هذه السيرفر أو الشبكات اللي كاينين في وسط المكاتب خصهم شي حل لإخراجهم من تلك المكاتب لكي يعمل الموظف في ظروف إنسانية وظروف تليق بعمل في المؤسسة القضائية. ذلك أيها الأخوة والأخوات قصيدة والمياه